اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعادة يا رب دايما، كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم يا رب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين ان شاء الله. هنبدأ النهاردة أول يوم أو أول فطار رمضان مع بعض. هنبدأ بالتجهيزات إن شاء الله. هنعمل كل الحاجات أو الأصناف اللي بنعملها أول يوم رمضان عادة، يعني في أغلب البيوت المصرية. يلا ونقول بسم الله ونشوف هنبدأ هنعمل ايه. اول حاجه كده طبعا ملك السفره النهارده هيكون البط ان شاء الله. هعمل بطايه كده وهعمل جنبيها محشي، بس محشي كرنب. ونشوف برضه هنعمل ايه. خلينا مع بعض. اول حاجه انا كنت غسلاها هنا كويس جدا جدا. هنقعها بقى شويه كده على ما ايه اظبط او اجهز تسبيكه المحشي. عصرت 3 4 ليمونات كده على خل ابيض. عندك خل عادي تفاح مش مشكله، اي خل عندك يعني. ملح بقى كتير كده، وهفضل ادعك فيها اعمل لها مساج متين من جوه بقى ومن بره. عايز تحطي عود قرفه، تقطعي شرايح ليمون، شرايح برتقان، براحتك انتي. المهم ان الخلطه دي بتشيل اكبرها زفاره في الدنيا بجد، بتشيلها وتسيبيها بقى كده وشويه تقلبيها يمين وشمال وتسيبيها. هجيب هنا حوالي كيلو من البصل هقطعه وهعمل بيه تسبيكه المحشي. الصلصه دي اللي جنبي دي الصلصه اللي انا كنت مفرزاها معاكم طبعا، لا غنى عنها في الكلام. شايفين حمرا ازاي ما شاء الله عليها بجد، ما خدتش معايا غلوتين على النار في التسبيكه، انجزت معايا انجاز كبير جدا. هقطع بقى كده البصلتين. انا بحب ازود شويه بصل في المحشي، بحس ان هو بيخلي المحشي بتاعي مسكر وطعمه حلو. ولو بصل ابيض بقى يا سلام بقى. البصل الابيض بيبقى حلو جدا في المحشي وحلو جدا في الشوربه بالزيت. المهم جبت بقى هنا ايه، حطيت حبه كده من الزيت كده الحلوين، وهتنزلي بالبصل كله. بعد ما نزلت بالبصل كله ونسيت، افتكرت ان انا بحب احط بصله كده نيه في اخر الخلطه بتاعه المحشي. زي ما انتوا عارفين، اللي متابعني عارف ان انا بحب احط في اخر الخلطه يعني وانا بقلب الرز كده والخضره بحط بصلايه نيه كمره يعني. هجيب بقى الكرنبايه دي. الكرنبايه دي انا مش عايزه اقول لكم، انا جايباها بقالها داخله على 20 يوم في التلاجة. كنت جايباها من بدري، عايزه اعملها يعني قبل رمضان، بس جه نصيبها ومصيرها في ان انا اعملها في رمضان. ما شاء الله عليها، ما جرالهاش اي حاجه. انا كنت جايباها صغننه كده عشان ايه، على قدي وعلى قد يعني ايه اسرتي. كنتش حابه نجيب واحده كبيره وتقعد لها كام يوم. هنا الميه هتغلي معاكي، هتحطي لها شويه سكر وشويه كمون مش اكتر. ميه سلق الكرنب هو ده اللي بتحط فيها. تمام. واقطع بقى الكرنبايه، هي صغيره شويه شويتين 3. انا كنت متعمده الصراحه نجيبها كده صغننه، هتبقى حلوه. وصراحه ما شاء الله اللهم بارك طلعت مسكره. وانا بحب برضو يكون عروقها مش تخينه وما تكونش فيها اسمر، يعني ما تكونش فيها الورق الاخضر كتير، بحب ورقها يكون ابيض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم سلقته بقى كده وبدات اشيله. طبعا بتشيليه على ميه ساقعه وبعد كده بتحطيه في المصفى يتصفى. تمام. بس يا ستي، بعد كده بقى في الوقت ده طبعا كانت برضو البطه لسه منقوعه في المحلول بتاعها ده، بسيبها فيه يعني. انا سبتها فيه حوالي ساعه كامله على ما سلقت الكرنب والتسبيكه اتسبكت. وبعد كده بقى ايه، حطيت لها هي ميه عشان اسلقها فيها. تمام. هنيجي بقى هنا للبصله بتاعه المحشي. بحب احط لها فصين كده 3 كده من التوم، بيبقى حلو جدا. نحطه في المحشي يا جماعه، توم بيبقى طعمه خطير بجد. اللي ما مش بيعمله بالتوم فايته كتير. تمام. وبكتر انا التوم شويتين 3 برضو. وبعد كده هجيب بقى ايه بهاراتي هحطها الاول في البصل. بس قبل البهارات بحب انا احط فلفلايه رومي كده متقطعه، عليها حته من الفلفل الشطه الصغننه جدا يعني ما تدينيش حرقان. انا بحب احط فلفل رومي كده في الخلطه بتاعه المحشي برضو. حطيت بقى الكمون واحط كزبره واحط ملح واحط مكعب من المرقه. عادي جدا ممكن ما تحطيش مرقه. انا المره اللي فاتت كنت عامله معاكم من غير مرقه خالص وطلع زي السكر برضو، بس براحتك انت. تمام. موجود حطي، مش موجود خلاص. وحابه تحطي برضو عود القرفه اللي انا متعوده احطه معاكم حطوه. بس كده وتقلبتين وهتنزلي يا ست الكل بالصلصه. الصلصه بقى عشان انا كنت مسبكاها يعتبر نص تسبيكه وانا بخزنها وانا بفرزها معاكم، فما غابتش معايا على النار نهائي. بصي هي ما شاء الله اصلا تقيله ازاي ومضروبه حلو جدا، ما فيهاش قشور ولا فيها اي حاجه. حطيت كيسين كده من الصلصه. انا قلت لو زادوا هبقى اشيل حبه كده على جنب قبل ما احطهم على الرز، بس لقيتهم ايه يا دوبك. والبطه اهي خلاص اتنقعت بما فيه الكفايه، فهشطفها كده شطفتين. بصوا بقى لونها ايه، بقت بتبرق بتنور، نطفت خالص وفتحت خالص.
لونها طبعا افتحها خالص. كنا بقى كان في ايه كده حبه من الريش بتاعها، فعماله ايه كنت بشيله يعني، بس ايه نضفتها وخليتها فله شمعه منوره زي ما بيقولوا. بس كده. والميه في الوقت ده كنت سايباها تغلي. هنا بقى الكاميرا بتاعتها بصلايه قسمت نصها نص، هحط عليه ملح وفلفل وادعكه كده بايدي، اللي هي الكاميرا العاديه اللي كلنا عارفينها، وطماطمايه على حتتين جزر على ورق لورا حبهان، عندك مستكه عود قرفه. بصي البهارات دي كلها، المنكهات دي كلها منكهات طعم بتدي، او منكهات عطريه كده بتدي طعم في الشوربه حلو جدا جدا، وتبقى طعم سبيخه اللحمه حلو، وتديكي نفس حلو جدا. تمام. هنا كان الزور بتاعها طالع طويل كده، فايه قطمته عشان تبقى مكفيه في الحله. وهنا كده يبقى مية مية. هقفل بقى عليها وهسيبها لحد ما ايه قبل الفطار كده بقى يبقى اشيلها احطها في الفرن تاخد وش كده وخلاص. هنا كده خلاص كانت الصلصه اتسبكت، وغسلت الخضره. هجيب بقى الخضره دي اشيل العيدان منها، احطها في ارضيه الحله اللي انا هحشي فيها، وهجيب بقى الخضره دي بقى ايه هقطعها. عايزاكم بقى تقولوا لي في التعليقات اللي يشوف الفيديو يعني يقول لي هو فطر ايه النهارده وعمل ايه حلويات، وبدأته امتى وخلصته امتى، مين اللي فطر بعد المغرب ومين اللي فطر في الميعاد المظبوط. انا الحمد لله فطرنا يعني بعد المغرب متهيألي ب5 دقايق 10 دقايق يعني، يا دوبك صلينا المغرب وعادي وفطرنا في الوقت المظبوط الحمد لله ما تأخرناش. تمام. وبس كده الخضرة قطعتها، انزل بقى عليها كده بالصلصة. انا عادة بنزل بحط يعني الخضرة ما بخلاش تيجي عليها صلصة، عشان يعني معنى اصح ما بحبش الخضرة تيجي عليها حرارة عشان ما تتبلش، بحب ان هي مزهزهة كده وبنضارتها لحد ما باجي بحشي. بس يعني حطيت كله بقى على بعض كده، الانجاز انجاز بسرعه عشان نخلص بسرعه قبل ما الوقت يعدي. الوقت كان بيجري زي الرهوان ما بتحسيش بيه. وده حبه نعناع كده مفروكين على حبه فلفل اسود، حبه ملح برضو، كمون وكزبره، البهارات اللي انتي حطيتيها في التسبيكه. بحب احط منها حبه على الناشف برضو كده، بتديني ريحه حلوه قوي 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 في المحشي. والنعناع بيدي نفس حلو قوي في المحشي، بيخلي ريحته حلوه، وبالذات بقى لو نعناع اخضر كده طازه فريش. تمام. وهي البصله اللي انا شلتها في الاخر بجد بتخلي المحشي طعمه مسكر. وحبه من الشطه اللي هي البودره، وحطيت حبه من الزيت، وهتقلبي بقى كله. انا ما حطيتوش شويه على النار يتشوح، انا حشيته على طول الصراحه. ليه؟ لان انا كانش هيفيض مني اللي هيفيض منه كميه من الرز ممكن يشوحه عشان ما يبوظ يعني لما يشيله في التلاجة. في عاده انا بشوحه الصراحه، لكن انا المره دي نسيت والله نسيت. مش عارفه ازاي بس نسيت، ممكن عشان انا جيت بالصلصه على النار في الطبق، فعشان كده بعد كده نسيت. بس الصراحه طلع حلو جدا واستوى برده بسرعه. انتي برده لما بتشوحيه شويه بيغيب شويه في السوا. تمام. وقطعت بقى كده الكرنبايه الصغنونه دي اللي ما خدتش معايا وقت. الحمد لله شلت منها كده العروق. انت ممكن تخللي العروق دي، في ناس بتخللها بتبقى حلوه قوي، بالذات لو كرنبايه صغنططه كده وايه ونضيفه في نفسها زي ما بيقولوا، عروقها ايه شكلها حلو. تمام. ولو تاخدي بالك مفيش ورق اخضر كتير، يعني ورق الابيض اكتر. حطيت بقى حبه من العيدان الخضره على حبه كده من العروق الكرنب دي في الارضيه، ورشه من الزيت، وهبدا بقى ايه احشي معاكم الكرنب. في الوقت ده كان الكرنب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كانت البطايه على النار. وايه تاني وكنت متهيالي عصقت اللحمه بتاعه الرقاق. هعمل معاكم ان شاء الله برده رقاق. انا ما قلتلكوش في اول فيديو ان انا هعمل ايه، عشان انتوا تشوفوا بقى ايه كده على روقان براحتكم من غير ما احرق لكم الدنيا. هعمل معاكم ان شاء الله رقاق باللحمه والبطايه والمحشي الكرنب ده. وعملت كده طبقين شوربه لسان عصفور كده بدل السلطه، يعني لا اما شوربه لا اما سلطه. في رمضان بيحب اي حاجه كده تبلعي بيها كده جنب الاكل، اما سلطه بقى خضراء، شوربه لسان عصفور، شوربه عاديه، طبق مخلل، يعني اي حاجه من الاصناف دي. ما تلزميش يعني نفسك انك تعمليهم كلهم جنب بعض. بس وانا جيت بعمل اللحمه وانا بعصج اللحمه التليفون فصل مني، ما جاتش التعصيجه. ان شاء الله هقولها لكم برضو. هنا خلاص اهو كنت خلصت المحشي، حشيته وحشيت قرنين من الفلفل الرومي، واحد كده من قرن الحراق. والبط هنا خلاص كانت خلصت واستوت، بقت 100 100 دايبه دوب والله، استوت خالص، بقت ايه مش عايزه اقول لك عشان سبتها كتير على نار هاديه. هنا بقى قلت هعمل القطايف. جبت التين المجفف ده بتاع رمضان اللي احنا بنعمل بيه خشاف، والمشمش المجفف، وحبه من السوداني، واقطع ده كله كده على بعض واحشي بيه القطايف.
اللي زي بقى من السوداني والزبيب والكلام من ده وجوز الهند. انا الصراحه ما بحبهمش في الخلطات ولا الكنافه ولا في القطايف، فحبيت اغير، احط من تشكيله من الخشاف دي، بما ان انا برضو مش هعمل النهارده عصير منه، فايه عشان نوفر ما نعملش في العصير ونعمل برضو في الحشوات. النهارده كنا شاربين عصير اللي هو العناب اللي انا عملته معاكم، طلعت ازازتين كده فكوا قبل الفطار وخلاص بقى، وما عملتش اي حاجه تاني، ما عملتش عصاير تاني، عشان برضو ممكن تلاقي الوقت عدى منك، مش هتلحقي تعملي عصير ومش هتلحقي تعملي حلو وتعملي برضو الحادق. فالصراحه انا هناك كلتنا بلح كده عكوة، وشربنا عصير اللي هو العناب ده اللي انا كنت عاملاه معاكم. الصراحه في حبه حاجات انا عملتها في التفريزات انجزتني وانقذتني جنب الفطار يعني. هنا بقى الرقاق، جبت بقى كبشتين كده من الشوربه، عليهم حبه ملح صغيرين، رشه فلفل اسود، وحطيت معلقه سمنه بلدي كده تحفه. البرطمان ده بقى البرطمان يا جماعه يا بنات اللي انا عاملاه في البيت، دي السمنه او الزبده اللي انا عملتها في البيت من القشطه. انا وريتها لكم فصلتها ازاي في الكبه، وبعد كده تلكتها شويه، وبعد ما تلكتها سيحتها. ما شاء الله بجد ريحتها فظيعه، يمكن احلى كمان بكتير ما بتجيبي الزبده من بره من البياعين بره وانت سايحاها في البيت. سبحان الله، تحسي ان هي من كتر ما هي فريش او طازه، او انت مثلا عاملاها في البيت برضو بيبقى ليها طعم وريحه ثانيه خالص، زي ريحه السمنه او الزبده بتاعت زمان اللي احنا خلاص نسيناها اساسا. تحسي كل السمنه او الزبده اللي احنا بنجيبها اليومين دول تحسي فيها حاجه غلط، لكن دي بجد عجبتني جدا، وحتى ريحتها كانت مميزه. هنا بقى هتبداي ترقي هتبداي تبلي كده رقاقه في الشوربه دي وهترصيهم. اللي هيسالني ايه الرقاق ليه مربع كده، مش عارفه، وفي ساعات بيتباع عند الراجل مربع وساعات مدور، على حسب مزاج الراجل بقى ما بيعمله. المهم هنا كان في بقى في اللحمه المعصجه دي ورق لورا كده وحبان، فكنت بنقيه عشان ايه ما يجيش في بق حد كده يبقى ايه طعمه مش لطيف. المهم اللحمه دي عصقتها عادي جدا، لحمه وبصل وقرن فلفل رومي، عليهم حته من الفلفل الحراق والبهارات المشكله وملح وكزبره وفلفل اسود، مش اكتر، بس كده. ورقتين من اللورا وحبتين كده من الحبهان، وخلاص تلاقي الدنيا خلصت معاكي. بس انا بحب ادي صدمه الاول للحمه قبل ما انزل عليها بالبصل، وكترت كميه البصل كده شويه عشان برضو يخلي لك طعم الرقاق كده ايه، تحسي ان هو مسكر. لما بتحطي في العصاج بصل كتير، يعني مثلا ممكن تحطي نص كيلو لحمه عليهم كيلو بصل، بيبقى طعمه احلى بكتير، ما بتقللي البصل، يعني كل ما بتكتري البصل في العصاج بيبقى طعمه احلى. وحطيت برضو فصين من الثوم مهروسين. حطيت برضو هنا كده على الوش معلقه من السمنه البلدي، ودخلتهم بقى على الفرن درجه حراره 200 في التوستر. كنت مسخناه قبليها، وبعد كده هديت بقى ال 150 اول ما لقيته بدا يحمر كده، هديت عشان يستوي ويمسك في بعضه. هنا بقى هشوح كده لسان العصفور، وهنزل عليه بالشوربه العظمه اللي انا عملتها دي، شوربه مظبوطه بالبصل بالجزر والطماطم والحبهان والقرفه، شوربه بجد غنيه كده بكل حاجه. هنا بقى بوريكم ان التفنيش خلاص بنفنش كله اهو في الفرن، وخلاص على وشك الانتهاء. فبدات بقى ان انا اقلي او احمر القطايف كده، وده الشربات اللي انا كنت عاملاه معاكم، طلعته من التلاجة عادي جدا، حطيته في الطبق وسخنته شويه بس في الميكروويف، وممكن تسخنيه على النار عادي تدفيه بس مش اكتر، ما تسيبوش يغلي عشان ما يسكرش منك بس. وتنزلي بقى من القطايف وهي سخنه في الشربات برضو وهو سخن عشان تبقى مقرمشه منك وعشان ما تطراش منك. بعد كده هتطلعي القطايف على المصفى عشان برضو ما تطراش منك. تمام، وبس يا ستي كده عملنا الحلو وعملنا الحادق، والعصاير كنا عاملينها قبل كده مع بعض والحمد لله، والفطار خلص واليوم خلص واليوم عدى بسلام. طبعا كلنا بنكون مستعجلين في فطار رمضان، مش عايزين ان احنا نتاخر، عايزين نعمل قبل ما الاذان يأذن، والحمد لله خلصنا بدري وقدمنا الفطار وكان كل حاجه انتهت. المحشي طبعا اديت له غلوتين في الاول زي ما انتوا عارفين، وبعد كده بهدي خالص اكنك بتسوي رز بالظبط، سوى المحشي زي سوى الرز. والشوربه اللي هتحطيها هتحطي بس قبل ما تيجي للصف الاخير اللي هو فوق خالص، المهم ما يكونش عليه شوربه. وانتي مثلا لا قدر الله وهو بيستوي لقيتي ان الشوربه عاليه يعني زياده، عادي كب منه شويه مش هيجرى حاجه، خلي بالك حطي طبق يعني، وبعد كده دلقي منه حبه شوربه. وهنا كنا خلصنا خلاص الفطار، وبصب اهو شوربه اللسان عصفور، وحطيت المحشي اهو ومطلع نار على ما يهدى شويه. وبعد كده البطه كانت في الفرن برضو كده، حطيت لها برضو معلقه سمنه بلدي كده تتحمر بيها.
بس احسن ما احمرها في زيت وتشرب زيت وتبقى تقيله، بما ان احنا عاملين محشي بقى وعاملين جلاش اوراق باللحمه المفرومه. فما تحمريش بقى في الزيت عشان ما يبقاش الاكل تقيل ودسم، واحنا في رمضان طبعا يعني ما بنحبش الحاجات التقيله تفطري بيها، بتحسي بعد كده ان انت مهبطه وكسلانه ومش قادره تتحركي من مكانك. تمام. الرق بجد طلع جميل جدا، مورق كده ومقرمش ومظبوط. وادي خلصت القطايف وحطيناها في العسل وصفيناها وطلعناها، بقى كله جاهز والسفرة جاهزة من الحلو والحادق. ورمضان كريم علينا وعليكم. متنسوش تدعموا القناة بلايك وتشغلوا تفعيل الجرس او تضغطوا على تفعيل الجرس. المحشي بقى خلص، بصوا شكله عامل ازاي، راء. شكله تحفة جدا، عاجبني خالص. وادي الحلو عشان نحلي بعد الفطار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.